السلام عليكم وأهلا بيكم يا جماعة. الدرس ده زي ما عودتكم ممارسة استماع للهجة المصرية. النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا للمستوى فوق المبتدئ أو المستوى الأول المتوسط. طبعا هحاول مش هتكلم انجليزي، لكن لو انت عايز تفهم اكتر ممكن تشغل كابشنز او ممكن تشغل الترجمة من على يوتيوب. الموضوع اللي هنتكلم عنه النهاردة هو موضوع مهم جدا في اللهجة المصرية: المضارع. يعني ايه المضارع؟ يا رب تكون الصورة واضحة. المضارع، الفعل المضارع في اللهجة المصرية. يعني ايه المضارع؟ يعني الفعل اللي بيدل على الحدث في الوقت الحالي او يدل على عادة بتحدث باستمرار او حقيقة. زي مثلا انا بشرب مية دلوقتي. انا بشرب مية دلوقتي. ده حدث، ده فعل يحدث دلوقتي، يحدث الآن. فالفعل المضارع يدل على حدث الآن، مضارعة، أو شيء عادة، حاجة عادة. يعني إيه عادة؟ زي مثلا بقول أنا بروح الشغل كل يوم. خليني أقولها بالراحة: أنا بروح أنا بروح الشغل كل يوم. أنا بروح، هنا الفعل بروح، go، الشغل كل يوم، ودي كلمة دالة على الزمن، كل يوم. هنا دي عادة، عشان كده استخدمنا الفعل المضارع. نروح بقى لنقطة تانية في درسنا النهاردة، وهي نقطة الضمائر. الضمائر جمع كلمة ضمير. الضمائر في اللهجة المصرية ضمائر الفاعل، طبعا أكيد كلكم عارفينها، بس احنا هنعمل عليها مراجعة سريعا كده. عندنا في اللهجة المصرية 8 ضمائر. 8 ضمائر. كلمة الضمائر عايزكم تحفظوا الكلمة دي عشان ده موضوع مهم جدا. الضمائر. يا رب تكون الصورة واضحة. عندنا زي ما قلت لكم في اللهجة المصرية 8 ضمائر، على عكس ضمائر الفاعل في اللغة العربية الفصحى اللي هي بتكون أكتر بسبب ضمائر التثنية وضمائر وضمائر جمع المؤنث. ضمائر التثنية وضمائر الجمع المؤنث دي زيادة في اللغة العربية الفصحى. خلونا نراجع الضمائر ونقول الضمائر تاني في اللهجة المصرية سريعا كده. طيب يا جماعة، خلونا نراجع الضمائر مرة تانية في اللهجة المصرية أهم. يا رب تكون الصورة واضحة. عندنا أول خانة هي خانة ضمير المتكلم. عندنا ضميرين: أنا وإحنا. عندنا الخانة التانية هو ضمير المخاطب. عندنا أنت، أنتي، أنتوا. عندنا الخانة الأخيرة اللي هي دي الخانة الأخيرة. عندنا 3 ضمائر: هو، هي، هم. معلش لو الصورة مقلوبة فاعذروني، حاولوا تتخيلوا الكلمة. بحاول على قد ما اقدر ان انا اوصل المعلومة. فزي ما قلت لكم دي الضمائر، ضمائر الفاعل. عندنا 8. نراجع تاني: انا، احنا، انت، انتي، انتوا، هو، هي، هم. تمام. دي الضمائر اللي احنا بنستخدمها في اللهجة المصرية. واكتر الضمائر المستخدمة طبعا انا، احنا، انت، انتي، هو، هي، هم. طبعا كل الضمائر مستخدمة. نيجي للنقطة التانية في موضوع النهاردة: ازاي
تكون الفعل المضارع في اللهجة المصرية. ازاي تكون الفعل المضارع في اللهجة المصرية؟ خلونا متفقين ان الفعل في اللهجة المصرية بيتكون عن طريق اضافة بدايات للفعل او لاصل الفعل. زي مثلا كلمة شرب، هو شرب، عشان تحولها من ماضي شرب هي ماضي لمضارع هتضيف البداية طبعا بي، ده لي هو بي، لكن البداية أول حرف في كل الضمائر هو ب، وبعد كده بيجي الحرف التاني بناء على الضمير. خلينا مع هو شارب، هو شرب، هو بيه ب، ركزوا قوي، هو بيه، هو بيشرب. فدي البداية بتاعت هو بيشرب. خلونا بقى ناخد الضمائر واحدة واحدة ونبدأ. أنا بشرب، إحنا وبناه، عشان برضو تحفظها إن إحنا فيها نون، فالبداية بتكون بناه، بنشرب. أنت أنت بتشرب، أنت بتشربي. هنا في الفعل في الضمير انت بنضيف نهاية وهي اي، بتشربي. انتوا عندك الضمير المخاطب بت، لكن مع انت بتضيف اي في النهاية، ومع انتوا بتضيفوا او في النهاية. نيجي بقى للخانة الأخيرة في الضمائر وهي خانة الضمير الغائب. هو بيشرب، هي بتشرب، هي زي انت. هما بيشربوا. شفت الإضافات دي كلها؟ هتعمل الإضافات دي مع كل الأفعال الموجودة، هتعمل كل الإضافات دي. طيب احنا عرفنا نكون الفعل المضارع ونضيف البدايات واحيانا بنضيف نهايات للفعل. نيجي بقى للنفي. ازاي تنفي نجيت الفعل المضارع في اللهجة المصرية؟ عندنا طريقتين للنفي، والطريقتين بنستخدمهم في اللهجة المصرية. اول طريقة بنحط ما في البداية وإيش في النهاية. مرة تاني، بنحط ما في البداية وإيش في النهاية. زي مثلا أنا ما بشربش، I don't drink، ده النفي في الفعل المضارع. إحنا ما بنشربش، هو ما بيشربش، أنت ما بتشربيش، أنتوا ما بتشربوش. ما وإيش يعني بنحط الفعل كده في النص بين ما وإيش. عندنا طريقة تاني لنفي الفعل المضارع وهي إضافة مش قبل الفعل المضارع. زي هو ما بيشربش، أنا ما باكلش، أنا ما سوري معلش أنا غلطت، مش باكل. يعني أنت بتضيف مش وبعد كده بتحط الفعل. مش باكل، مش بشرب، هو ما مش بيلعب، هي مش بتنام، احنا مش بنتكلم. طيب طريقتين النفي مرة تاني، تحط الفعل بين مه وإش، دي أول طريقة. الطريقة التانية إن أنت بتضيف مش قبل الفعل المضارع. نيجي بقى لنقطة تاني في موضوع النهاردة وهي الكلمات الدالة على زمن المضارع. عندنا كلمة مشهورة جدا في اللهجة المصرية وأكيد كلكم تعرفوها، دلوقتي، يعني now، الآن بالفصحى. دي كلمة مشهورة جدا في اللهجة المصرية وبتستخدم مع الفعل المضارع. عندنا كلمة تانية اللي هي كل، بس بتضيف معاها حاجة بقى، بتضيف معاها زمن. اهو دلوقتي وكل. خلينا اديكم امثلة. دلوقتي
دلوقتي أنا بتكلم معاكم. مرة تاني، دلوقتي أنا بتكلم معاكم. كده استخدام دلوقتي. كل يعني every، وتحط بعديها وقت. كل الصباح، كل الصبح، كل يوم. وليكن مثلا هو بيشتغل كل يوم. He works every day. هو بيشتغل كل يوم. كل صبح بشوفه. every morning. كل صبح بشوفه أو بشوفها. نيجي بقى للنقطة الأخيرة في موضوع النهاردة، وهي أكتر الأفعال المستخدمة أو الشائعة في اللهجة المصرية. daily life most common verbs. خلونا نتكلم عليهم، وده هيكون آخر حاجة في درس النهاردة. طيب خلونا نروح للأفعال الشائعة في اللهجة المصرية. عندنا قائمة بالأفعال زي كده. عندنا أول فعل هنا يروح. يروح يعني to go. يروح ده فعل طبعا مشهور جدا. عندنا بعد كده، خلينا امسك لكم دي. يشتري. عندنا يلعب. عندنا ياكل. عندنا ينام sleep. يكتب to write. يكتب. يتكلم to speak. يمشي to walk. يسمع to listen. طبعا زي ما قلت لكم انكم هتصرفوا زي ما قلت لكم انه هتكونوا الفعل زي الطريقة اللي قلت لكم عليها مع كل الافعال. عندنا يمشي. يسمع. يسمع. عندنا يقول to say. طبعا ده فعل مشهور جدا. يشرب to drink. يتعلم to learn. يشوف to see. دي افعال مشهورة جدا في اللهجة المصرية. وكده نكون وصلنا لنهاية درس النهاردة. ولو استفدت ما تنساش تعمل لايك او تسيب كومنت. ولو حابب تتعلم عربي مع مدرسين محترفين اونلاين، تواصل معايا على الواتساب. خلينا اوريك الرقم. ده رقم الواتساب لو انت حابب تتعلم عربي او لهجة مصرية مع مدرس اونلاين. +20115789188. تواصل عن طريق الواتساب وتواصل معانا، وإن شاء الله هنخليك تتكلم لغة عربية فصحى أو لهجة مصرية بشكل طليق. والسلام عليكم.